السلام حبايبي، إن شاء الله كلكم بخير وعافية. ورجعنا اليوم فيديو جديد. إن شاء الله تكون هاي الأيام أيام خير وبركة على الجميع، وإحنا يعني نستقبل أي شهر جدا مبارك، وتكون أعمالنا موجهة إلى الله سبحانه وتعالى إنه يصلح حالنا وحال أبنائنا. مثل ما تعرفون دائما إحنا نتوجه بالدعاء لأهلنا، الوالدينا، الأبنائنا، نحثهم على الطاعة، نحثهم على العمل، على الاجتهاد، على الدراسة. هذه الغاية اللي الكل يبحث عنها، إنه يرتقي مستوى أبنائه، مستوى عائلته إلى أحسن مستوى في الدراسة، حتى يعني بالأخير يعتمدون على نفسهم ويكونون صالحين. أيضا حبينا ننوه اليوم على موضوع جدا مهم وجميل، نطرح به قضية مهمة، وهي تخص التربية، تخص العائلة بصورة يعني أساسية، تخص تربية الأطفال. نوجه هاي الرسالة أكثر شيء إلى الأم، باعتبار أن الأم هي تقضي يعني وقت طويل مع الطفل أكثر من غيرها، إضافة إلى أنه هي تكون قريبة من أبنائها، قريبة من أطفالها، تعرف احتياجاتهم، تعرف ميولهم. فاليوم حبينا أنه نرشد الأمهات، خاصة اللي هم حديثين، يعني حديثين بالتربية، ما عندهم معلومات كثيرة. ننصحهم انه يعني دائما يكونون قريبين من اطفالهم، ما يحاولون انه يدخلون اي شخص مهما كان هذا الشخص يعني قريب منهم، انه يدخلوه في اتخاذ قرارات خاصة بالاطفال. مثلا نلاحظ انه مثلا اذا الطفل يكون هو يعيش مع اسرة كبيرة متكونة من الجد ومن الجدة ومن الاهل، فنلاحظ انه كل واحد من افراد هاي العائلة راح يكون يعني عنده رأي في تربيته، في قراراته. فبهاي الحالة راح نلاحظ انه هذا الطفل يكون مشتت، ما يعرف يتخذ قرار صحيح يعني بالدراسة مالته، او يكون يعني ايضا يعني حركته يعني كثير الحركة، يكون مشاغب، يكون يعني ما يسمع الكلام. لماذا؟ لأن هذا الطفل يعني يجلس مع هاي العائلة، يسمع منا كلمة، يسمع منا كلمة ثانية، ما راح يعرف إنه هو يستمع المنو، يعني يسمع كلام أمه أو يسمع كلام أقربائه. فنلاحظ إنه هذا الطفل راح يكون يعني طفل غير طبيعي، طفل منحرف، يعني سلوكه غير سلوك سليم، سلوك شاذ، بسبب انه الكل اصبحت عنده آراء على هذا الطفل. فلهذا احنا ما نحب انه الاهل يعني الام انه تسمح لاي شخص يتدخل بطريقة تربيتها لطفلها، انما تكون هي معتمدة على نفسها، وتحاول انه تقرب اطفالها الها، ما تنطي فرصة للاخرين ان يتدخلون بحياتهم حتى من يكبرون، انه تكون هي صاحبة القرار معاهم، ما تسمح لأي شخص انه يتدخل في القرارات اللي تخص العائلة. مثلا حتى إذا كان هذا الشخص قريب من الأسرة، نلاحظ أنه دور الأم أنه تبعد أي شخص يتدخل بقرارات أبنائها، أو ينطي نصائح، أو يحاول يوجه. بالعكس لازم تكون هي صاحبة القرار الرئيسي في تنظيم أمورهم، حتى يكونون ناجحين في المستقبل. لأن إذا الطفل يعني كل شخص يجي ينطي نصيحة معينة، أو يعني يتدخل بينه وبين أهله، هذا الطفل راح يكون هو غير سمع لكلام والديه. يعني مثلا كلام أمه ما راح يكون هو المؤثر الرئيسي، لأنه هو تلقى أكثر من رأي، تلقى أكثر من نصيحة، فما راح يكون هذا الطفل مرتاح نفسيا. إذا كانت الأسرة يعني يعيش في أجواء ضوضاء، ويعني كل إنسان يجي ينطي قرار، فلازم إحنا دائما نحتوي أبنائنا. يعني حتى إذا كانت الأم يعني حديثة، أو الأب يعني هذا أول طفل إلهم، ما عندهم تجارب بالتربية، لازم يحاولون يقرون الكتب، يقرون كتب علم النفس، يدرسوها،
ويطبقوها في طريقة التربية للأطفال. ما يسمحون للناس يعني أي شخص إنه يتدخل بتربية أطفالهم، حتى تكون التربية على مثل ما إحنا نقول بالعامية على إيد وحدة. يعني مو هذا الطفل اليوم تلقى محاضرة من هذا الشخص، بكرة من هذا الشخص، هذا يذمه، هذاك يمدحه، كل شخص يملي عليه قراراته. فهذا الطفل ما راح يكون مركز، راح يشتت انتباهه. أيضا راح يكون مستواه الدراسي ضعيف، راح تكون حالته النفسية غير مستقرة، لأن هو ما عايش أجواء مستقرة بالبيت. مثلا الأم هي القريبة منه أو الأب، تبذل أقصى جهودها، تضحي من أجله، تحاول إنه تكرس كل وقتها، حتى إذا هي عندها عمل عندها شغل تحاول إنه تجد يعني وقت إنه تستمع لهذا الطفل، إنه تنطيه نصائح، إنه تفهمه، ما تترك هذا الطفل إلى أكثر من إيد. إذا الطفل أصبحت أيادي كثيرة في تربيته، أكيد هذا الطفل إحنا ما نقدر نسيطر عليه. حتى بالمستقبل من راح يكبر راح يكون إنسان مشتت العقل، يعني إنسان تعبان نفسيا، لأن هو ما عاش استقرار يعني صحيح في حياته. ما كانت الأم إلها دورها الرئيسي. مثلا نلاحظ أنه الطفل اللي يكون قريب من والدته، أنه أمه هي تحتضنه، يكون يعني مثل ما نقول مركزة في تربيته، نلاحظ هذا الطفل هو ناجح في الدراسة، طفل مستقر نفسيا، حالته المعنوية جيدة، أيضا انفعالاته يعني مسيطر عليها. هسه مثلا أبسط مثل إحنا نضرب، يعني إذا الطفل أو الشخص هو إذا ابتعد عن بيته أو عن أمه، ذهب خطار أو أي زيارة، راح يجي يعني هذا نلاحظ أنه هو يبتعد عن الأسرة، حتى يكون يعني غير يعني الشخص اللي احنا نعرفه. ليش؟ لأن نتلقى من هذا الشخص كلمة أو من هذا الشخص الثاني نصيحة، فإحنا تبقى العلاقات هي محدودة، لكن يبقى لكل شخص دوره ومسؤوليته. فمسؤولية التربية تخص الأم بالدرجة الأساسية، يعني هي الأم المسؤولة عن طفلها. حتى قلنا إذا يعني هي تعيش مع عائلة كبيرة أو هذه، لازم تعمل محيط معين إنه هي تسيطر على طفلها، على وقت نومه، على وقت غذائه، على وقت دراسته. ما تترك هذا الطفل يعيش مع يعني الكبار، يعيش حياتهم اليومية، ينام بأي وقت هو يريده، يستيقظ بالوقت اللي يريده، يدرس. فهاي تكون فوضى في حياته، ما يكون إنسان مرتب. بس إذا إحنا رتبناه، هذا وقت للنوم، وقت للغذاء، وقت للدراسة، وقت للعب، تستمع له، هو يستمع لها، يكون يعني الأم هي مسيطرة عليه، مسيطرة على كل الوضعية الموجودة بالبيت، يعني طريقة نومه، طريقة أكله، دراسته، يكون تحت أنظارها هي، إشرافها. حتى إذا تذهب بزيارة تكون يعني زيارتها قصيرة، تحاول أن ترجع إلى البيت يعني بأقرب وقت. لماذا؟ لأن هذا الطفل حتى يعيش محيط مستقر، ما يعيش محيط متذبذب، يعني هذا الشخص يسمع كلمة يكتسب عادات خاطئة، يعني يكتسب أيضا أشياء هي غير تكون يعني صحيحة 100% ملائمة للطفل. فإحنا كل ما يعني سيطرنا على هاي الوضعية، راح نلاحظ إنه راح نخلق إنسان ناجح بالمستقبل ومترتب من كل النواحي، يعني من طريقة عمله، طريقة نومه. لأن مثل ما نعرف النقش يعني التعلم في الصغر هو كالنقش على الحجر، كل ما نعلمه احنا كأنما نعمل منحوتة يعني أو فد شي راح يبقى خالد إلى مر الأيام. شكرا حبايبي.